تحياتي. النهاردة هنعمل اللحمة بالطريقة الصينية، من الأكلات اللذيذة وبسيطة قوي في عمايلها. أول حاجة هنجيب قطع من اللحمة مقطعة مكعبات، وياريت تكون اللحمة صغيرة متاخدش سوا. هنتبلها بجنزبيل باودر وفلفل أسمر وبهارات لحمة وثوم وملح وكمان كاتشب. هنسيبهم ساعات كده في التلاجة لحد ما التتبيلة تاخد منها، وبعدين هنيجي نعفرها كده لو انت عايزه الصوص تقيل اعمليها بالنشا، ولو عايزه الصوص بتاعها يبقى وسط اعمليها عفريها في الدقيق، فدي حاجه ترجعلك. وبعدين في طاسه فيها زيت، والمفروض ان الزيت يكون غزير انها تتقلي فيه، بس انا عايزه اخفف الدهون شويه فهشوحها بس في شويه زيت مش كتير. بعد ما تاخد لون كده وتاخد صدمه هركنها على جنب، وابتدي اعمل الخضار بتاعها اللي هيتضاف ليها. وهو برضو في نفس الطاسة هناخد زيت او زبدة زي ما تحبي، وهنحط بصل متقطع جوانح كده، وفلفل رومي برضو متقطع جوانح، ونديلهم تشويحة كده عشان يتبلوا، يبقى طعمهم حلو قوي مع اللحمة. وبعد كده هننزل تاني بكاتشب. الاكلة دي بتبقى وسمسم وشطة وصويا صوص، والاكله دي بتبقى كده يعني سويت اند ساور، بتبقى مسكره مع شويه فيها مزازه كده يعني. هنشوحهم كويس، وبعد كده لما يتبلوا هننزل باللحمه تاني عشان تاخد كلها تمتزج النكهات مع بعضها. ولان اللحمه لسه ما استوتش فاحنا هنضيف لها ميه وهنغطي عليها وهنسيبها لحد ما تستوي. بسيطة خالص. اول ما تستوي هنقدمها، وهتلاقي الصوص بتاعها حلو قوي يتغمس كده او يتحط جنب طبق تاني. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.